السلام عليكم، جعفر السلطان سناب خبركم، مسي عليكم بالخير. اهلا وسهلا بكم من الطريق الرابط بين بلدة المزاوي وتقاطع بلدتي الرميلة والمركز. تقريرنا اليوم تقرير جميل عن مشروع عائلي لشغل اوقات فراغ الشباب قامت به 5 عوائل من بلدة الرميلة ترتبط بصلة الدم والقرابة والعمومة. هذا المشروع قامت به عوائل الحسن والعيسى والعبود والعبد الله والشقاق والشقاقيق الأحمد لشغل اوقات فراغ ابنائهم. المشروع يهدف مثل ما قلنا لشغل اوقات الشباب، يعني مش مشروع استثماري ولا مشروع اقتصادي، وهذا اللي يميزه عن المشاريع العائليه الاخرى اللي موجوده في المنطقه. حاليا هو مركز على فئه الذكور من الشباب الصغار والكبار، وهناك خطط مستقبليه ايضا لاستهداف الاناث وكذلك لكبار السن. هذا هو المشروع، عباره عن ملاعب لكره القدم ولممارسه الرياضه. راح الان ننتقل الى داخل المشروع ونتعرف عليه اكثر من خلال الشباب المتواجدين هنا. إذا هذه لوحة الملعب، ملعب النجوم العشبي، وهذا المدخل، وهذا هو الملعب، وراح نتعرف تفاصيل أكثر عن المشروع بعد شوي. الأخ كاظم الحسن هو منظم هذه الجولة وهذه الزيارة لملعب النجوم العشبي. السلام عليكم. هذه مدخل الملاعب. احنا جينا في وقت مبكر على أساس ناخذ راحتنا في التصوير قبل قدوم بقية الشباب للملعب. تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم كاظم الحسن فريق الرميلة. نتكلم هنا عن تأسيس اللي هو فريق النجوم. تأسس عام 1413 تقريبا. تأسس عام 1413 تقريبا، كنا في ملعب رملي في وسط البلدة، ومن بعدها انتقلنا إلى 3 ملاعب رملية. 3 ملاعب رملية اللي هو ملعب سداسي وملعب كبير وملعب اللي هو طائرة، تكلفتها تقريبا 35,000 أو أكثر، كلها تبرعات من أبناء العائلة. بعدها في خلال 5 سنوات فقط انتقلنا إلى ملعب عشبي مزروع، تكلفته تقريبا أكثر من نصف مليون. من أفضل إنجازاتنا طبعا احنا أول فريق حواري يلعب على ملعب مزروع بشكل يومي. ثانيا من بعد اللي هو احتياجنا للتبرعات وصلنا إلى مرحلة الاعتماد الذاتي ووجود مدخول مادي سنوي للفريق. ثالثا ولله الحمد جميع انجازاتنا جميع ما عملنا عليه ووصلنا له من عمل ابناء العائله. طبعا لابناء العائله ايضا نشاطات اجتماعيه جميله في بلده الرميله، وهم عناصر فاعله في كثير من الفعاليات الاجتماعيه مثل الزواج الجماعي، وايضا في انشطه الجمعيه الخيريه ومركز التنميه عندهم. يعني ما شاء الله لهم جهد كبير، وراح نصور بعد شوي جزء من تمارينهم وممارستهم رياضه في الملعب. ايضا لهم مشاركات رياضيه في عدد من الدورات، وحققوا انجازات على مستوى فئات صغار السن وكبار السن، وراح نشوف ان شاء الله بعض هذه الانجازات. طبعا قلنا ان الملعب هنا هو خاص لابناء العائله، لكن ما يمانعون في عمليه تاجير لتغطيه المصاريف الذاتيه او مصاريف التشغيل. حاليا المشروع يدخل مبلغ يتم الاستفاده منه في تطوير المرافق والخدمات وزيادتها لاستفاده اكبر عدد من ابناء العائله من هذه الخدمات. هذه الغرفة مخصصة لإدارة الملعب والجوائز والهدايا اللي حصل عليها الفريق في مختلف فئاته. طبعا هناك إدارة لهذا المشروع وإدارة احترافية تستغل الموارد المالية اللي يديرها المشروع في تطوير المشروع. هناك خطط لتحويل هذا الملعب إلى أكاديمية رسمية ليحصل المنتسبين على امتيازات معينة. طبعا الفريق إذا حصل على اعتراف كأكاديمية يحفظ حقوق اللعيبة خصوصا صغار السن، ويتيح للأكاديمية أيضا جلب مدربين محترفين. احنا الآن في بداية الحصة التدريبية في فترة العصر، وهي مخصصة لصغار السن. احنا الآن في بدايتها، لعيبة على وصول. هذا الملعب مثل ما قلنا في فترة العصر يكون مخصص للأطفال وفئة الشباب صغار السن، بينما الشباب الكبار يكون مخصص للملعب الطائر. في فترة المساء يعني بعد المغرب أو بعد العشاء يكون الشباب كبار السن متواجدين في الملعب، يكون فترة الحصة الرياضية لهم. هذا ملعب الطائرة اللي يمارس فيه الشباب في فترة العصر رياضة الطائرة، حتى يكون الملعب فاضي لهم في فترة المساء. محمد عيسى. هذا الشاب محمد عيسى هو أحد لعيبة الفريق من الناشئين، وذو مهارات عالية، وتلقى عروض من بعض الأندية في الأحساء. طبعا يشرف على تدريب البراعم ذولي مجموعة من المدربين
لجنة خاصة هنا بالملعب تشرف عليهم وتهتم بصقل. الآن بداية الحصة التدريبية الأولى العصرية خلينا نقول لفئة الشباب صغار السن. مثل ما أشرنا قبل شوي يشرف على التدريب هنا مجموعة من المدربين يعني عندهم خبرة في مجال تدريب الناس. تدريبات تشمل لياقة وتشمل مهارات وتشمل أشياء كثيرة جدا. هذا أحد لعيبة الفريق ميثم العيسى لاعب في نادي الصواب اللي لابس الأزرق هذا قدامنا. طبعا في جزء من اللعيبة اللي قاعدين نشوفها جاتهم عروض من أندية محترفة معروفة غير اللعيبة اللي وريناكم إياها في الصور السابقة. في فترة العصر مثل ما قلنا يكونوا الكبار الشباب الكبار يمارسوا كرة الطائرة، وفي الليل لا يروحوا ملعب كرة القدم. طبعا من الخطط اللي يهدف لها القائمون على هذا المشروع إنشاء صالة رياضية مغلقة لممارسة الأنشطة التي تناسب الصالات المغلقة، ويتوقع إن شاء الله خلال يعني 10 سنوات من الآن يكون هذا المشروع أنجز إن شاء الله يعني حسب تخطيطهم وترتيباتهم. طبعا احنا قلنا في بداية التقرير ان المشروع مش ربحي، هو الهدف من خدمة ابناء عوائل معينة وتشغيل ذاتي. معنا واحد جميل حلو اسمه رضا طلال عيسى، شوف ابتسامته اجمل حاجة في التقرير. اضحك عاد خلينا نشوف سنونك اي كذا. حياك حبيبي رضا. مثل ما شفتوا معانا في الجولة المشروع جميل وفكرته جميلة، ونكرر ونأكد على انه مشروع ليس استثماري مش ربحي. حتى الأموال أو المبالغ اللي دخلها هي لعملية التشغيل الذاتي ولتطوير المشروع. نتمنى مثل هذا المشروع يكون موجود في أكثر من منطقة، موجود لدى أكثر من عائلة، لدى في أكثر من منطقة من مناطق إحسان الحبيبة، يستثمر ويستفاد منه بشكل جيد خصوصا في شغل أوقات فراغ الشباب، مع عدم إهمال الفئات الأخرى في العوائل مثل كبار السن، النساء، المعاقين. عموما في ختام هذا التقرير نتمنى للعوائل اللي قائمة هذا المشروع تمام الموفقية إن شاء الله. جعفر السلطان سناب خبركم، مسي عليكم بالخير، السلام عليكم.